الو، ازاي حضرتك يا فندم؟ معك محمد من البنك المركزي. كنت ببلغ حضرتك ان حسابك اتوقف، فمحتاجين نراجع ونحدث شوية بيانات عشان يرجع يشتغل تاني. بيانات زي ايه؟ الموضوع بسيط يا فندم. استأذنك في ال 14 رقم اللي على كارت الفيزا والثلاث ارقام اللي في ظهر الكارت. طب ثواني. استنى انت بتعمل ايه؟ انت بتتعرض لعملية نصب، ولو اديته بيانات الكارت انت كده هتكون اتسرقت رسمي يا معلم. تعال اقولك ازاي تعرف وتتجنب اي عملية سرقة ممكن تحصل لحسابك في البنك. لو فعلا حسابك فيه مشكلة مستحيل تجيلك مكالمة زي دي، وده لان ببساطة البنك مش بيتعامل بالمكالمات التليفونية، يعني انسى حد يكلمك من بنكك او من البنك المركزي. تاني حاجة بقى، لو جاتلك رسالة زي دي وده عشان الرسالة مبعوثة من رقم عادي، وكمان ما فيهاش اي معلومات ليها علاقة بالبنك اطلاقا، وانها كمان عكس رسالة البنك الاصلية واللي بتبقى بالشكل ده، اللي بتكون مبعوثة باسم البنك ومكتوب في نص الرسالة رقم السجل الضريبي، والصيغة نفسها بتبقى مكتوبة بالشكل ده: تم تصنيف حساب التوفير كحساب راكد. وبعد كده خليك عارف ان اي اجراءات ليها علاقة بحسابك بتتم عن طريق إدارة خدمة العملاء للبنك اللي انت تابع له، فلو جالك مكالمة زي دي يبقى خلي بالك من حسابك. بس يا سيدي، ودي كانت الخلاصة مع أبو اليزيد.